السلام عليكم الدراري والدريات، معكم حمزه فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على الاسباب اللي يخليوك انك تفكر تشري بيس، وما تفكرش في ان التليفون اللي عندك تبدليه وتجيب ما احسن منه، فقط تستثمر ديك الفلوس في انك تشري بيسي. ديك الفلوس اللي غادي تشري بها تليفون واحد اخر شدها وشري بها بيسي. كاين بزاف الاسباب، وفي هذا الفيديو غادي نذكر بعض الاسباب. الدراري والدريات، الا كان عندكم شي موضوع اولا شي نقاش اولا شي حاجه بغيتي نهضر فيها اولا بغيتو نهضر فيها، فخليوها لي في الكومونتير، غادي ندير عليها فيديو. اي حاجه جات في بالك وبغيتي ندوي عليها كتبها، فما ترددش ونبداو. ودابا غادي نبداو باول سبب، واللي هو الحجم ديال البيسي كيحمي العين. بمعنى الشاشه ديالو كبيره، وهذا الشيء كيخلي البيسي ميبقاش قريب لوجهك، يعني يبقى بعيد واحد شويه، ودوك الاشعه كيكونوا بعاد على عينيك، وهذا الشيء ما كيخليش عينك داغي تاثر. ماشي بحال التليفون كيبقى قريب لوجهك، وهذا الشيء كيخلي عينيك يضروك من بعد. يعني تقدر تشد بيسي 4 سوايع 5 سوايع وما ياثرش على عينك باغي. اما التليفون فهو كيكون قريب لوجهك، وتقدر تبقى واحد 2 سوايع 3 سوايع تبدا تحس بعينك فيهم شي حاجه، وهذا الشيء بسبب التليفون. دابا غندوزو للسبب الثاني، واللي هي السهوله في الاستخدام. بمعنى كيخليك دير بزاف ديال النوافذ، وهذا الشيء كيعاون تكمل داغي، ماشي بحال التليفون. بمعنى بيسي تقدر دير به بزاف ديال النوافذ كما قلت لك، يعني تقدر تفتح جهه ديال يوتيوب والجهه الاخرى ديال جوجل، فهمتي؟ يعني تقدر دير بزاف د الحوايج في دقه واحده. بمعنى الا كنتي كتوجد شي حاجه اولا كتقلب على شي حاجه، كتقدر تقلب بزاف د البلايص في نفس البلاصه. يعني تقدر تدخل اليوتيوب تقلب على داكشي اللي باغي تعرف، وفي نفس الوقت حداه تدخل لجوجل تقلب على داكشي اللي باغي. اما التليفون لا، خصك تكونسونطرا على حاجه. بغيتي تدخل اليوتيوب خصك تدخل اليوتيوب، بغيتي تدخل جوجل خصك تدخل جوجل، ما يمكنش تدخل جوجل ويوتيوب في نفس الوقت. ودابا ندوزو للسبب الثالث، واللي هو التشتت. بمعنى الا بغيتي تقلب على شي حاجه ما كتكون حتى شي حاجه اللي غادي تبرزتك، وما كاينش ميساجات الى اخره. بمعنى فاش كتدخل للتليفون كتبغي تقلب على شي حاجه، سواء كان عندك شي تمرين بغيتي تخرجيه او ايا كان، فتقدر تكون غادي كتقلب في يوتيوب مثلا، يوصلك شي ميساج في واتساب انستغرام فيسبوك شي حاجه بحال هكا، وتقدر داغي تنسى داكشي اللي كدير وتدخل تجاوب على داك الميساج. وان فوا تدخل تجاوب على داك الميساج تلقى راسك مشيتي وضاع عليك بزاف د الوقت. خاصك عاوتاني ترجع تبدا من الاول وتبدا تقلب على داكشي اللي كنت كتقلب عليه في الاول. عاوتاني تقدر تبدا كتقلب على داكشي وتكون كتكونسونطرا مع داكشي اللي كتشوف، وشويه يجيك ميساج واحد اخر. فهنا كتبقى كل مره فيما تبدا كيجيك ميساج كتدخل تجاوب عليه تعاود ترجع. اما بيسي لا، الا دخلتي تقلب على شي حاجه ممنوع شي حاجه تشتك. علاش؟ حيت بيسي ماشي بحال التليفون في الميساجات. بمعنى الا كنت كداخل شي حاجه كتقلب في بيسي، راه ماشي غير هكا كيجيك ميساج، الا لا دخلتي لديك المنصه. مثلا دخلتي الفيسبوك عادي يطلعوا لك الميساج، الا ما كنتيش داخل الفيسبوك ما غادي يوصلك حتى شي ميساج في بيسي، وهكذا. والا ما دخلتيش انستغرام راه ما غاديش يوصلك حتى شي ميساج الا ما كنتيش داخل بالبيسي الانستغرام. الا كنتي كتقلب على شي حاجه في البيسي فكون اكيد راه ما غادي تجي حتى شي حاجه وتخربقك، شي ميساج اولا ايميل اولا شي حاجه، ما غادي تكون حتى شي حاجه تشتك. اما التليفون لا، تقدر تكون كتقلب على شي حل ديال شي تمرين اولا عندك شي اكسبوزي باغي تخرجي ويجيك ميساج وتجاوب عليه وتلقى راسك قاعد كتسكرول في انستغرام ولا في فيسبوك. المهم هادشي علاش بيسي احسن حاجه. السبب الرابع واللي هو التركيز. بمعنى كتقدر تركز حيت كتكون عارف اشنو غدير. يعني راه ما كتشد بيسي الا هو كتكون عارف شنو غدير، كتكون عارف راسك اما غادي تمشي تفرج في يوتيوب، اولا عندك شي تمرين غادي تقلب على الحل، اولا عندك شي حاجه باغي تتعلم ليها كتمشي تتعلم عليها. المهم كتكون عارف راسك اش غدير بداك البيسي. التليفون لا، يقدر يكون حداك تشديه اي حاجه تلهيك، يجيك ميساج تلهيك، دخل الفيسبوك يبان لك شي بوست ولا شي فيديو مشيتي معاه، ومن بعد تلقى راسك بقيتي كدوز في الريلات وداز لك الوقت بزاف. فهنا فين كاين الفرق ما بين التليفون وبيسي في التركيز. بيسي كتكون عارف راسك اشنو غدير، التليفون لا، تقدر تكون عارف راسك اش غدير ولكن يقدر يجيك شي ميساج شي حاجه كما قلت لك دابا غادي يشتت لك كلشي وما غاديش تبقى مركز مع داكشي اللي كدير. ودابا غادي ندوزو للسبب الخامس واللي هو الدراسه. بمعنى الا بغيتي تقرا كتحس بواحد التحفيز بسيط وكتقدر تقرا احسن انك تقرا بالتليفون، وتقدر دوز وقت اكثر. وهذا الشيء راجع الاسباب اللي قلت لك قبل، واللي هي كتقدر تركز اكثر ومده اطول
وحيت ما كيكونش التشتت. يعني بيسي راه شي حاجه اللي مهمه. الا بغيتي تقرا شي حاجه كتدخل تقرا، يعني كتكون عارف راسك اش غدير. غادي تقرا مثلا شي بي دي اف، كتدخل كيبان لك البي دي اف كامل في بيسي بحال هكا، كتكونسونطرا معاه. ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تشتك، ما كاين حتى شي ميساج. وزائد كتكون عارف داك شنو غادي دير، غادي تقرا. يعني تقدر تكون مثلا باغي دير 5 دقائق وتلقى راسك دزت 10 دقائق. ثاني حاجه كتقدر تستافد اكثر من انك تجي تقرا بالتليفون. التليفون اصلا كتكون مولف به انك تتفرج فيه، تسكرولي فيه، تهضر فيه. يعني الا بغيتي تقرا به يبقى بالك يفكر في الميساجات، في الريلات اللي كتفرجتي فيهم، في الفيديوهات. بس لا كتكون مولف انك تخدم به، دير به شي حاجه. فاش كتبغي تخدم اولا تقرا اولا دير شي حاجه كيكون ديجا كتستعمل بيسي لداك الشيء. ودابا ندوزو للسبب السادس واللي هي اهم حاجه واللي كتعجبني بزاف في البيسي، واللي هي الفضول. بمعنى ديما كتبغي تجرب شي حاجه اولا تعلم شي حاجه، وهذه ميزه. يعني البيسي فاش كيكون عندك بيسي غير محطوط كتبغي تفتحيه، كتبغي دير شي حاجه بيسي، يعني ما كتبغيش يبقى محطوط. فكتدخل اليوتيوب تقلب على شي حاجه، كتبغي تقلب على شي مهاره انك تتعلم ليها، اولا عندك شي حاجه باغي تخدمها. يعني ملي كيكون عندك بيسي فراه كيخلق فيك هذا الفضول، كتبغي تتعلم شي مهاره. تبغي مثلا تتعلم المونتاج، غتكون كتفرج مثلا شي مره تفرجتي في شي ريل ديال المونتاج، اولا شي مهاره ديال الديزاين فوتوشوب. فانت كتبغي حتى انت تبغي بحال هكاك، فحتى انت كتبغي تتعلم داكشي. كتدخل كتشد بيسي، كتبغي تيليشارجي دوك اللوجيسيال باش انك تبدا تتعلم. اذا الوقت ما كيضيعش غير هكاك، ماشي بحال التليفون. يعني ما تقدرش دير بزاف د الحوايج. التليفون مخصص لحاجه واحده واللي هو انك تستهلك وماشي تنتج. بيسي لا، تستهلك وتنتج. داكشي اللي استهلكتيه تقدر تنتجيه بالضبط. يعني تقدر تفرج في شي فيديو ديال المونتاج تولي حتى انت كتمونطي، وتولي تمونطي شي فيديوهات احسن من داكشي اللي كنت كتفرج فيه. ودابا ندوزو للسبب السابع واللي هو الانتاجيه. كتقدر دير شي حوايج اللي ما تقدرش ديرهم بالتليفون، بحال مثلا عرض، خصوصا الا كنتي تقرا في لافاك اولا في التكوين كيولي مطلوب انك دير اكسبوزي، يعني تقدم واحد العرض. والا بغيتي دير هادشي راه ما يمكنش ديريه بالتليفون نهائيا. فبيسي كيعطيك هاد الفرصه باش انك دير داكشي اللي بغيتي وتعلم داكشي اللي بغيتي. والا بغيتي دير اكسبوزي اولا تصايب بي دي اف اولا تصايب سيفي، والا بغيتي دير هادشي فراه كتعلم انك تولي تصاوبهم، واللي هما كيحتاجوا واحد المهارات واللي هما كاينه في السبب الثامن علاش خصك تشري بيسي، واللي هو كلشي ولا رقمي، مبقاش ورقه وستيلو ولا قليل داكشي. ولكن خصك تتعلم شيت وورد وباوربوينت. يعني هادشي اللي غادي يخليك انك تصاوب اكسبوزي سيفي اي حاجه بغيتيها يمكن لك تصاوب هادشي. وهادشي راه ما غاديش تصاوبيه بالتليفون، ما غاديش تخدم باوربوينت في التليفون وما غاديش تخدم وورد في التليفون. يعني هذه ميزه البيسي. دابا ذكرت 8 الاسباب اللي غادي يخليوك انك تشري بيسي عوض ما انك تشري تليفون. وهاد الاسباب فقط شويه من بزاف ديال الاسباب، فما بغيتش نقولهم كامل باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف. وربما غيجي في بالك واحد السؤال ولا غادي تطرحيه عليا تقول لي ما عنديش فلوس، وانا غادي نقول لك الفلوس كاينه وما كايناش. علاش؟ حيت انت ديك الفلوس اللي كتكون عندك كامله كتمشي تخسرها في شي حاجه واحده اخرى، اولا كتجمعها باش انك تشري تليفون. الفلوس ضروري كيطيحوا ما بين يديك شي نهار، وديك الساعه انت اللي كتختار، يا اما غادي تشريها تليفون واحد اخر اولا تشريها حوايج اولا تشريها شي حاجه. فانا ما كنقولكش ما تشريش تليفون وما كنقولكش ما تشريش حوايج، ولكن شري داكشي اللي كتحتاج ماشي اكثر ما كتحتاج. يعني حاول تجمع الفلوس، حاول تخبي الفلوس وما تخسرش في شي حاجه اللي ما غاديش تنفعك. وديك الساعه غادي تشري بيسي. وما كاينش انك تشري بيسي ب 5000 درهم، تشري مثلا فيه اي 5 11 جينيراسيون 16 جيجا في الرام. لا، شري داكشي اللي غادي تحتاج، شري داكشي اللي قد تجيبك. يعني اهم حاجه انه يكون عندك بيسي، ماشي ضروري يكون بيسي خيالي اللي تقدر تلعب به. انت باغي تتعلم، انت باغي تستافد منه، ماشي باغي تضيع وقتك فيه. هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى انه يكون نفعكم، وتخليوا لي الراي ديالكم في الكومونتير. وإلا بغيتو شي موضوع اولا اي حاجه نتناقشوا فيها خليوها لي في الكومونتير باش الفيديو الجاي ان شاء الله ندوي عليها. ما تنساش تخلي لي سبسكرايب ولايك ان شاء الله.